استمرار أرسنال في الصدارة بعد الفوز بديربي شمال لندن على توتنهام برباعية مقابل هدف واحد. من أسباب فوز الأرسنال النهارده التنوع التكتيكي اللي عند لاعيبة الأرسنال وقدرة أرتيتا على توظيفهم صح في الملعب. واحد زي النهارده اللي يقدر يخش مثلا للعمق شويه، يطلع يلعب على الاطراف شويه، عنده مرونه تكتيكيه، بيلعب في اكتر في مركز، بيخلي توتنهام النهارده مش عارف يمسكه في انهي مكان ولا في انهي حته. النهارده التنوع اللي عند لعيبه الارسنال التكتيكي ان هم بيلعبوا في كذا مركز، دي اللي كان عامل ارتباك كبير قوي قوي لتوتنهام النهارده في المباراه. تطور الحته الهجوميه عند لعيبه الارسنال النهارده والتكتيك بتاع ارتيتا ما عادش بيعتمد بس على الكور الثابته او انه ازاي يلعب مثلا ركنيه، لا النهارده بقى بيحاول يعمل شكل جديد في الارسنال، ان هو بيحاول حتى يلعب نفس جارديولا، انه يلعب بمهاجم وهمي، انه يدخل حد من لعيبه نص الملعب، اللعيبه بتاعت الاجناح تخش اكتر، وازاي يوجد حلول للحته الهجوميه والمثلث الهجومي، وازاي يخلق لهم مساحه ويخلق لهم فرص انه يسجلوا جوان وانه يوصل لهم الكره بسرعه. دي اللي ارتيتا حاول ينجح فيه، والنهارده قدر ينجح فيه قدام توتنهام في المباراه. خلينا نتكلم كمان ان الارسنال النهارده عمل حته احنا كنا بنعيب على الارسنال من اول الموسم، ان هو كان بيخاف وان هو ما كانش بيخلص المباراه من بدري، وانه بيحاول يضغط ويجيب الجون التاني عشان يسهل المباراه على نفسه، وانه دايما كان خايف ان البطوله تروح منه. النهارده لا، نزل المباراه قدر يسجل جون واثنين وثلاثه ويريح نفسه في ديربي شمال لندن كمان على ارض توتنهام. ما عادش بقى انه ركن وان اللعيبه خايفه اصلا ان البطوله تروح منهم، لا ده نزل النهارده وكان بيحارب من اول ثانيه لغايه اخر ثانيه، لغايه ما قدر يسجل فعلا جون واثنين وثلاثه ويكسب النهارده المباراه. دي اللي احنا كنا بنتكلم فيه، ان لعيبه الارسنال قادره تاخد بطوله الدوري، ولكن عندهم خوف لما بيسجلوا جون بيرجعوا اكتر وما بيخافوا يتقدموا، ودي اللي بيخلي ان الفرق التانية تطمع فيهم ويسجل فيهم اجوان في التوقيتات اللي هي خلاص ما عادش فيها ندم، اللي هي في الثواني الاخيره. فالنهارده قدر بقى يعزز الجون بتاعه بجون واثنين وثلاثه، ودي يخلي ان هم يستريحوا ويفوزوا النهارده، وحاجه يعني منتهى الجمال. كمان نتكلم النهارده على حته سلبيه في الارسنال، ازاي فريق بطوله وفريق عنده شخصيه بيسجل جون يخش بعدها على طول في اول فرصه تاني للفريق المنافس اللي هو توتنهام يسجل جون بعدها على طول بدقيقتين. دي حته شخصيه بيقول لك ازاي انت مهزوم. لازم الفريق لما بيسجل جون تكون واقف على رجلك، انت عارف ان الفرقه اللي قدامك فرقه كبيره ممكن ترجع في اي وقت، لازم يكون عندك شخصيه. احنا اصلا كنا على طول بنضرب المثل بالقوه الدفاعيه بتاعت الارسنال، وان البطوله اصلا بتيجي بقوه الدفاع. لا النهارده لما تجيب جون واللعيبه يا دوبك فرحت في الدقيقتين دول، واول فرصه ريس يغلط غلطه ما فيش لاعب صغير يغلطها، بدل ما يشتتها اصلا ويطلعها بره، لا طب يخبطها في لاعب توتنهام فتترد عليك بجول، لا يبقى في مشكله، يبقى في مشكله في اللعيبه. فالف مبروك النهارده للارسنال، يا رب بس ياخدوا الدوري. انا اتمنى ياخدوا الدوري اقسم بالله، انا ما بحبش جاردولا خالص، فاتمنى من الارسنال انه يستمر ويسترجلوا كده وياخدوا الدوري السنه دي.